الدولار رايح على فين؟ او بمعنى اصح الجنيه هو اللي رايح على فين قدام باقي العملات وبالذات الدولار، خصوصا لما تعرف ان السوق السوداء الدولار بيتباع فيها بحوالي 28 جنيه. هتقولي طب انا مالي ومال السوق السوداء؟ هقولك ان اغلب التجار بيسعروا السلع اللي هم بيبيعوها لحضرتك وحضرتي على سعر السوق السوداء، واشهر سلعة بتتباع بالشكل ده هي الذهب اللي وصل سعر الدولار فيها لحوالي 30 جنيه. يعني الذهب اللي انت بتشتريه اللي مقوم بالدولار بيتحاسب التاجر معاك بيه حوالي 30 جنيه سعر الدولار قدام الجنيه. وعلشان تفهم الموضوع كويس قوي لازم تعرف اصل الحكاية وهي ابتدت منين عشان تعرف هي رايحة فين وايه الحل. عايز اقولك مثلا ارجع لمصر ايام الخمسينات والستينات، هتلاقي ان احنا كنا ماشيين بمبدأ على قد لحافك مد رجليك. يعني ايه؟ يعني مصر كانت قليلة شوية في الاستيراد، مش منفتحة قوي على الاستيراد من العالم الخارجي، بنستورد بس السلع اللي احنا محتاجينها ومش عارفين نصنعها في مصر. وكانت البلد كلها بتلبس مثلا من غزل المحلة، وكلنا لما نحب نشتري أحذية كانت الناس كلها تروح تشتري من باتا. ما كانش فيه مطاعم أجنبية في مصر، وكانت أولادنا لما تروح تتعلم ما كانش فيه حاجة اسمها مدارس أجنبية، لا كان فيه المدارس الحكومة اللي هي اللي كانت أنبغ وأشطر الطلاب كانوا بيخرجوا منها. ده حتى صناعة السيارات ابتدت في الوقت ده، وعملنا أول عربية مصنعة في مصر كانت رمسيس، وكانت متنبئ لها ان هي تبقى 100% بعد كده صناعة محلية، ولكن العملية ما كملتش. فضل الموضوع لحد فترة السبعينات، لحد لما مصر انفتحت بشكل قوي جدا على العالم الخارجي وابتدينا نستورد سلع كتيرة جدا من بره. في نفس الوقت كانت الدولة بتدعم الجنيه، يعني كنا مثبتين سعر الصرف، كان في الوقت ده تقريبا الجنيه بيساوي الدولار. فانت كده هتلاقي ان مصر بتستورد سلع كتيرة جدا من بره سعرها رخيص علشان قوة عملتك بس بجودة عالية قوي. ده اللي خلى المستهلك المصري يسيب المنتج المحلي ويتجه للأجنبي اللي هو لقى فيه سعر رخيص وجودة هو مش متعود عليها في المنتج المصري. ده اللي خلى بقى ان اصحاب كتيرة جدا من المصانع قفلوا وفتحوا مكاتب استيراد وتصدير. مش بس الصناع، لا، لقينا الناس المزارعين او اصحاب الاراضي عملوا نفس الشيء، فتحوا بقى مكاتب استيراد وتصدير اللي هي حرفيا مكاتب استيراد بس. ليه؟ لان احنا هنلاقي ان الاغلبية العظمى بتستورد. ده حتى الناس اللي بتصدر فيه كتير منهم البضايع اللي هم بيصدروها هم مستوردينها اصلا. يعني تلاقي ناس بتستورد مثلا من الصين او تركيا وتعيد بيع البضاعة دي لمثلا اوروبا او الخليج، والصناعة المحلية او الزراعة المحلية بعافية شوية. ومع الوقت الصناعة والزراعة المحلية قلت جدا وعدد السكان زاد، والاهم من كده سلوك المستهلك وذوقه اتغير. اتعودنا على المدارس الأجنبية والمطاعم الأجنبية، وبقينا بدل باتا بنلبس من نايك وأديداس، وبدل ما احنا بنروح نجيب من مثلا عمر أفندي وصدناوي بقى فيه براندات وماركات عالمية مشهورة جدا. بقت كل حاجتنا صناعة أجنبية. ده يكفي أقول لك إن أنت بتشوف سجاجيد الصلاة، فوانيس رمضان، بنجيب الأساتك بتاعة الفلوس، الإبرة بتاعة الخياطة، كل ده بنجيبه من بره. ليه؟ علشان بيجي لنا ارخص، علشان داعمين الجنيه بتاعنا. واللي وضح وبين المشكله دي جامد قوي هي الثورتين اللي مرت بيهم مصر 2011 و2013 اللي ارهقوا الاقتصاد بشكل جامد جدا. اللي في الوقت ده الدوله كانت بتدعم الجنيه بالاحتياطي الدولاري اللي هي كونته خلال سنين قبل كده، اللي وصل لحوالي 36 مليار دولار. ده كان قبل ثوره 2011. ده نزل لحوالي 16 مليار دولار سنة 2016. الأمر اللي خلى البنك المركزي ما عندوش دولارات كفاية إن هو يدعم بيها الجنيه، واضطر إن هو يعوم الجنيه. يعني إيه؟ يعني إن هو ساب الجنيه قدام باقي العملات وبالذات الدولار لقوى العرض والطلب، يعني سابه يكافح قدام باقي العملات كده بالبلدي. بس حصل ساعتها حاجة اسمها تعويم مضار، يعني البنك المركزي كان بيلحق الجنيه كده بالبلدي لو نزل جامد قوي عن قدر معين، بان هو يطرح برضو بعض من العملة الصعبة في السوق اللي ما بين البنوك.
فالسوق يلاقي فيه دولارات كفاية فيبتدي السعر يهدى شوية. وبسبب التعويم واللي حصل في 2016 ابتدت المؤشرات الاقتصادية تتحسن. مع الوقت ابتدى الاقتصاد المصري يرجع تاني بعض الشيء، وابتدت الدولة تهتم شوية بالصناعة والزراعة، ولكن ما لحقناش نتهنى بالتطور الاقتصادي ده، لان احنا لقينا مشكلتين كبار جدا جم ورا بعض تعبوا الاقتصاد المصري جدا والعالمي برضه. طبعا أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا كان ليهم أثر سلبي جدا. ليه؟ لأن التضخم على مستوى العالم زاد جدا، ده اللي خلى أمريكا ترفع الفايدة بشكل قوي جدا، خلت كل الفلوس تتسحب من الأسواق الناشئة وتروح لأمريكا. ده مش بس الأسواق الناشئة، لا ده حتى أسواق المتقدمة، والدولار علي بشكل ملحوظ جدا قدام باقي العملات مش بس الجنيه. يعني يكفي اقول لك ان هو علي قدام الاسترليني واليورو والسويس فرانك والين الياباني واليوان الصيني، دي اقوى عملات على مستوى العالم. الدولار علي بشكل قوي جدا قدام باقي العملات. طب ايه الحل وازاي نخرج من المشكلة دي؟ وهل الجنيه هيكمل ضعف كمان ولا ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ هقول لك اجابة السؤال ده في 3 حاجات. الدولة بتعمل ايه؟ حضرتك كمستهلك ايه السلوك بتاعك وتغير ازاي؟ ثالثا الأوضاع العالمية إزاي بتتغير وإيه اللي متوقع لها إنها تحصل في المستقبل. خلينا نبتدي بسلوك حضرتك كمستهلك. أنت الفترة اللي فاتت دي كنت متعود إن أنت تشتري ماركات عالمية وتودي ولادك مدارس أجنبية وحاجات كتيرة جدا بنستوردها من بره. حاليا بعد انخفاض الجنيه الحاجات دي أسعارها بقت مش في متناول الجميع، ففي ناس كتيرة جدا ابتدت تغير من النمط الاستهلاكي بتاعها. يعني مثلا بدل ما هشتري الحاجة الأجنبية، لا أنا هشتري المنتج المصري. وفي كتير بيبقوا مجبرين مش عشان وطنية، يعني علشان ده بقى المنتج المتاح بالنسبة لهم بالنسبة للسعر. كل ده بيخلي الإقبال على الاستيراد بيقل شوية مع الوقت، وده بيخلي كمان ان في ناس كانت قفلت مصانعها لا تبتدي تفتح مصانع تاني، واللي يبدأ يفتح مشروع من الأول علشان يصنع وينتج ويزرع الحاجات الناس اللي عايزاها. ليه؟ لان في اقبال دلوقتي على المنتج المصري. ثانيا دور الدولة الفترة اللي فاتت دي لقيناها ابتدت تشجع جدا الزراعة بانها زودت الرقعة الزراعية، وده من شأنه ان هو يقلل الاستيراد طبعا بعض الشيء. وبالاضافة لكده لقينا الدولة ابتدت تتبنى مبادرات زي مبادرة ابدأ اللي هي عايزين يوطنوا كتير جدا من الصناعات، لدرجة ان الرئيس السيسي علشان نسرع جدا في المبادرة دي وان احنا نعمل مشاريع ومصانع كتيرة بأسرع وقت، كان بيقول يا جماعة مش لازم قوي نهتم بدراسة الجدوى بشكل قوي قوي وناخد فيها وقت طويل. ممكن نعمل دراسة جدوى بس نحاول نسرع شوية في إنشاء المشاريع، ولكن الحاجات دي هيبقى ليها أثر على المدى الطويل شوية، يعني مش هتحصل بين يوم وليلة. ولكن قصاد كده هنلاقي ان الدولة بتحاول تسد العجز او الفجوة التمويلية، يعني الموارد اللي جايه لنا بالدولار اقل من الاحتياجات بتاعتنا، بان هي تحاول مثلا تقترض. يعني المفروض ان القرض بتاع صندوق النقد الدولي المفروض ان هو هيبتدي يجي في شهر 12، وغير القروض التانية من المؤسسات الدولية التانية. الحاجات دي كلها المفروض لما هتيجي هتبتدي تهدي أسعار الدولار شوية. ومن الحاجات السريعة اللي ممكن تأثر نوعا ما بشكل إيجابي على الاقتصاد السياحة، إن الدولة بتحاول تشجع الناس المغتربة في الخارج إن هي تجيب العربيات بتاعتها وتحط قدامها الجمارك بتاعتها في شكل وديعة دولارية. حاجات كتيرة جدا بتحاول تعملها الدولة، زي ان هي بتحاول تتخارج بشكل تدريجي من النشاطات الاقتصادية، بان هي تطرح بعض من شركات بتاعتها في البورصة، او ان هي تطرحها للمستثمرين الاجانب يجوا يشتروها. الحاجات دي كلها من شأنها ان هي تخلي ممكن يحصل بعض الانخفاضات في سعر الجنيه الفترة اللي جاية، ولكن هيبتدي يقوى بالتدريج خلال 2023. ليه؟ كل الحاجات اللي انا قلتها دي هتبتدي تبان اثرها مع الوقت. ونفس الكلام ده حصل في 2016 لما حصل التعويم ساعتها، وبعد كده من اول 2017 و2018 ابتدى سعر الجنيه يبقى اقوى تدريجي مع الوقت، وابتدت قوته تظهر شوية. واللي يعزز الموضوع ده ان عالميا الدولار اللي هو زي ما قلنا بسبب ارتفاعه الشديد جدا والملحوظ بسبب رفع الفيدرالي الامريكي الفايدة على الدولار، ده مش متوقع ان هو يفضل مكمل على طول. ليه؟
امريكا زي ما هي عملتها بتبقى قوية، دي حاجة ما بتبقاش كويسة جدا على طول. رفع الفايدة ده مش حاجة كويسة. امريكا دولة بتصدر كتير، لما اسعار العملة بتاعتها بتبقى اقوى ده بيقلل من التصدير بتاعها، بجانب ان رفع الفايدة بيعمل تباطؤ في الاقتصاد الامريكي. فهم خلال 2023 لازم يقللوا وتيرة رفع الفايدة ويثبتوها، وبعد كده هتبتدي تنزل تاني. علشان كده زي ما قلت هنلاقي الجنيه هيبتدي يضعف تدريجي الفترة اللي جاية، ممكن بعض الضعف شوية، ولكن مع الوقت هيبتدي يستعيد قوته وممكن يوصل أحسن من الأول. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. أنا إيهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.